وانت بتديزاين اي يوزر انترفيس محتاج يكون في بالك بعض القوانين اللي بتخلي الديزاين شكله جميل واستخدامه اسهل. فلو ما سمعتش عن جيستالت فلوز، فهي مبادئ بتشرح ازاي عقولنا بتدرك العناصر البصريه او الفيجوال اليمنتس، وازاي عينينا بتشوفها، وازاي عقولنا بتقدر تنظمها في انماط تخلينا نفهم معناها بشكل اسرع. واحد من قوانين الجيستالت فلو هو مبدا البروكسيميتي او التقارب، وهو ببساطه ان العناصر القريبه من بعض عقولنا بتدركها ان هي من نفس المجموعه، بمعنى ان العناصر القريبه دي بيعملوا وظائف متشابهه او ليهم صفات متشابهه. بديهيات صح؟ طيب خليني اقول لك مثال ازاي نقدر نستخدم المبدا ده في مجال الفيجوال ديزاين او اليوزر انترفيس. هنا في التصميم الاول الديزاينر قدر يحقق مبدا التقارب او البروكسيميتي بنجاح، وهنا عن طريق انه قدر يقرب كل العناصر الخاصه ببرودكت واحد لبعض، زي اسم المنتج وصورته وسعره وباقي تفاصيله. على عكس هنا التصميم الثاني الديزاينر ما قدرش يحقق مبدا البروكسيميتي او التقارب بنجاح، فوارد جدا اليوزر ما يقدرش يحدد اسم المنتج ده تابع التفاصيل اللي فوقيه ولا اللي تحتيه. كمان في حاله انك بتملى فورم بالشكل ده ممكن تلاقي صعوبه انك تفهم بعض الانبوتس زي الرقم والايميل المتكررين هنا، واللي مقصود بيهم ان مره الرقم والايميل بتوعك والمره الثانيه الرقم والايميل بتاع الشركه. لكن بمجرد ما يكون الفورم بالشكل ده هتقدر تفهم ده بسهوله اكتر، لان ببساطه هتدرك ان العناصر القريبه من بعض بيتشاركوا في صفه معينه. وطبعا الافضل انك تضيف عنوان يوضح علاقه الانبوتس دي ببعضها، ويكون الليبل الخاص لكل انبوت معبر اكتر، زي بياناتك الشخصيه وقصادها بيانات الشركه. كده انت عرفت ازاي تستخدم البروكسيميتي في تصاميمك. خلي بالك بقى عشان ممكن وانت بتستخدم البروكسيميتي عشان تبين ان مجموعه عناصر ليهم نفس الوظيفه تلاقي انك استخدمته بشكل مضلل مش العكس. على سبيل المثال دي مثلا فورم اليوزر من خلالها بيحط الاكسبيرينس بتاعته لو مقدم على وظيفه مثلا. هنا مثلا البوتن بتاع الاد اكسبيرينس هو بعيد عن المنطقه او الاريا اللي فيها الانبوتس الاساسيه نفسها، والاقرب للبوتنز بتاعه الصفحه الاساسيه وبعيده خالص عن الفورم والانبوتس، وده اللي هيخلي اليوزر صعب يلاقيها او حتى يفهم وظيفتها بطريقه صحيحه. كمان ما تنساش لو استخدمت البروكسيميتي في تصميم الويب بمقاسات مختلفة انك تحافظ على البروكسيميتي متطبق مع تغير اللاي اوتس في كل المقاسات. في المثال ده هو صفحة الويب سايت ميديم مقاس الديسكتوب. هنا في مقاس الديسكتوب الديزاينر قدر يحقق مبدأ البروكسيميتي في عرض المعلومات الخاصة لكل ارتكل زي العنوان واسم المقال والتاريخ. وكذلك هنا برضو في مقاس الموبايل قدر يحقق مبدأ البروكسيميتي بالرغم من اختلاف اللاي اوت. مبدأ البروكسيميتي من أهم المبادئ اللي بتبين أهمية الوايت سبيس في الديزاين، اللي زي ما بنستخدمها علشان نخلي الديزاين شكله أبسط وأجمل، نقدر كمان نستخدمها علشان نخلي الديزاين أبسط في الفهم والاستخدام. ودلوقتي جاء وقت السؤال، لو ملاحظين الفرق ما بين الصورتين دول قولوا لنا في الكومنتات مين فيهم طبق مبدأ البروكسيميتي بشكل أفضل وليه، وتابعونا علشان هنتكلم أكتر عن تفاصيل وقوانين في الفيجوال ديزاين.